السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شايفين يا جماعة صوص الكراميل الجميل بتاعي دوت انا عملته من غير لبن، يعني من غير حليب ولا زبدة ولا سمنة ولا نشا. عايزين تعرفوا انا عملته ازاي؟ تعالوا اقولكم عملته ازاي. اول حاجة جبت كوباية من السكر، حطيتها على النار لغاية ما بدأت تتكرمل بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. طبعا انا هنا مخليه النار عالية. طبعا لو انت اول مرة تعمليه هدي النار على الاخر عشان بس ما يتلسعش معاكي. شايفين بقى بدأ ان هو يكرمل ازاي؟ زي ما قلت لكم انا مخليها النار عاليه عشان انا مش اول مره اعمله، انا ايدي واخده عليه. لكن طبعا انت لو ايدك مش واخده عليه هدي النار علشان ما تتلسعيش، وعشان هو كمان ما يتحرقش معاكي. بصوا بقى، هو طبعا بدأ يسيح من جنب والجنب التاني لا، فعشان كده انا هقلبه. طبعا انت لو لقيتيه بدأ يسيح كله بنفس يعني بنفس المستوى كده، يعني بقى يسيح كله مره واحده، ما تقلبوش، هو هيتكرمل اوريدي لوحده. بس طبعا عشان انتوا شايفين عندي جنب وجنب فبدأت ان انا اقلبه. هفضل اقلب فيه كده لغاية ما السكر يسيح تماما. شايفين يا جماعة وصل ازاي القوام دوت؟ كده بقى عندي الكراميل ساح تماما ومفيهوش اي مية خالص. دلوقتي بقى عندي هنا كوباية من المية، يبقى كوباية من السكر عليها كوباية من المية. والخطوة ديت بقى هدي النار خالص وحاسبي على ايدك لا تتلسع. نزلي كوباية المية بالراحة خالص كده. بصوا بقى عمل ازاي. هحس ان هو بقى عامل زي البلاستيك كده، نشف معايا جدا. قلبي فيه، وطول ما انتي بتقلبي فيه هيبدأ ان هو يسيح ويرجع تاني يفك في المية. في الخطوة ديت بقى هدي النار شوية، ما تخليهاش عالية قوي عشان كمية المية اللي انتي حطاها ما تنقص. ما تستعجليش وقلبي فيها كده لغاية لما الكتلة ديت تسيح كلها. بصوا بقى انا عمالة احرك فيها كده وادي فيها يمين وشمال وشمال ويمين عشان بس تسيح بسهولة وبسرعة. بعد بقى ما كتلة السكر دي ساحت معايا كده، هجيبلك بقى المكون اللي هيعوضك هنا عن الحليب والزبدة والنشا. هي الشوكولاتة البيضة يا جماعة. شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بيضة. الشوكولاتة البيضة هي اللي فيها زبدة او سمنة وجواها حليب وجواها نشا، جواها كل حاجة، يعني هتربط معايا الكراميل ده الجميل دوت من غير ما نحط الحاجات اللي انا قلتلكم عليها كلها. شايفين بقى هي كده مجمدة معايا عشان بس كانت في التلاجة. طبعا لو هي بره هتبقى سهلة معاكي، اسهل من كده بكتير. وطبعا عشان الخليط اللي احنا حطيناه فيه دوت سخن جدا، فهي برضو بتسيح بسهولة جدا، يعني ما تخافيش، مش صعب خالص. بس انا كده هغير المعلقة عشان اعرف بس ان انا اقلب فيها. بصوا بقى هجيب الاسباتيولا الطرية ديت عشان اعرف ان انا ادوب الشوكولاتة. دوبي بقى، دوبي بقى كده الشوكولاتة مع المية والسكر. وشوفي بقى الطريقة ديت وقوليلي ايه رأيك في التعليقات. على فكرة الطريقة ديت مش شكلي بس، الطعم كمان مختلف تماما عن صوص الكراميل اللي احنا بنعمله العادي. لا بجد يا جماعة الطعم بتاعها رهيب. بصي بقى قلبي كده بالراحة خالص. شايفين؟ كل ما الشوكولاتة بتسيح كل ما نحس ان القوام بتاعه بيتقل. شايفين يا جماعة القوام بتاعه بدأ يتقل ازاي؟ طبعا هي خدت معايا شوية وقت عشان بس الشوكولاتة كانت في التلاجة. الشوكولاتة لو بره التلاجة مش هتاخد الوقت اللي هي خدته معايا ده خالص. عملنا صوص كراميل. طبعا لو ما عندكيش لبن هتقدري تعملي او حليب، هتقدري تعملي صوص الكراميل. ما عندكيش زبده، ما عندكيش سمنه، ما عندكيش اي حاجه في اللي احنا قلنا عليها ولا نشا، هتقدري برضه تعملي صوص.
وكمان بعد ما نخلص هوريكم النتيجة بتاعته عاملة ازاي. شايفين يا جماعة بدأ يتقل ازاي؟ دوت كده لمدة 3 دقايق بالظبط ونطفي عليه. يعني هنسيبه من اول، هنحسب له من اول ما يبدأ يغلي 3 دقايق بالظبط على البوتاجاز ونطفي عليه. هو قوامه خفيف كده، هيفضل خفيف طول ما هو سخن، بس اول ما يبرد هنلقى القوام بتاعه تقيل جدا. شايفين بقى؟ قلبي كده وهو خلاص كده جهز معايا. هنعرف من فين ان هو كده تمام وخلاص اطفي عليه. اول ما نمشي ايدينا كده او صباعنا على الاسباتيولا كده من ورا، ونلقى الخطين ما رجعوش على بعض، ما ضموش على بعض كده، خلاص هو تمام قوي. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده تحفه يا جماعه. يعني هو 8 كيلو شوكولاته، اقل كمان من 8 كيلو. انت عبريها كده نص الكوبايه الصغيره بتاعه الشاي، حطيها على كوبايه السكر وكوبايه الميه وادعيلي. شايفين؟ اول ما نعمل خط كده ونلاقيه خلاص ثبت كده، يبقى هي خلاص خلصت. هطفي بقى عليها واسيبها لغايه لما تبرد، وبعد كده هوريها لكم. بصوا بقى يا جماعه صوص الكراميل بعد ما برد بقى عامل ازاي. دوت صوص طوفي مربة حليب، مش هنقول عليه غير كده. شايفين عامل ازاي؟ تحفه يا جماعه والله العظيم. هتستخدميه استخدامات كتير. طبعا استخداماته انا مش هقول لكم عليها يعني استخداماته كتير قوي. شايفين عامل زي مربة الحليب بالظبط. بس طبعا انا الوصفه اللي هعمله فيها مش هسيبه كده، انا عايزاه يكون اخف من كده شويه. طبعا الوصفات يعني على حسب الوصفه اللي انت هتعمليها انت بقى هتخففيه. طبعا الوصفه اللي انا هعمله فيها انا كنت هستخدمه كده في كيكه الحليب التركيه، فلازم ان انا اخفف القوام بتاعه شويه. فزودت له شويه ميه قليلين، يعني قد معلقتين ميه كده من الحنفيه. من الحنفيه، ما تكونش ميه سخنه ولا اي حاجه، لا ميه عاديه خالص من الحنفيه. ونبدأ بقى نفك فيه كده، نقلب فيه لغاية ما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه. شايفين بيخف معايا ازاي؟ اهوت يا جماعة. اظن سهل خالص، مفيش اسهل من كده. وبكده يبقى عملنا صوص الكراميل الجميل اللي انت شايفاه دوت. لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت بالله عليكم يا جماعه ما تنسوش اللايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه عشان الفيديو يترفع. كتير مننا بيتفرج على الفيديو ومش بيحط اللايك. حطوا اللايك يا جماعه، يعني مش هتخسروا حاجه. لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده، يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، وكمان الاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس ما تنسوش عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى الصوص بتاعنا عامل ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. 3 مكونات بس عملنا صوص الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين؟ حاجه كده اخر جمال. باي باي.